اكله تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع سحور، تنفع عشاء، تنفع في اي وقت، اكله خفيفه وبسيطه. النهارده حبينا نتسحر يا جماعه عشان انتوا عارفين ان احنا بنصوم اثنين وخميس. طب تعالوا يلا نتسحر مع بعض ونعمل حاجه بسيطه كده حلوه وعلى قد الايد ومش مكلفه. هاتي كده شويه بطاطس شيري اللي هم الصغيرين دي، البطاطس رفيعه قوي ديت، واغسليها غسله تمام وحطيها في شويه ميه بملح وحطيها على البوتاجاز زي ما انت شايفه كده تاخد غلوه تمام. هاتي طماطميتين اتنين زي ما انت شفت كده وهنضربهم في الخلاط واحنا واقفين مع بعض، وكل شغلنا واحنا واقفين مع بعض، مش هنروح لا كده ولا كده ماشي. هاتي يلا حله معاكي كده، حطي فيها الصلصه اللي انت ضربتها في الخلاط، على شويه زيت، على شويه كزبره، على شويه بهارات، على شويه بابريكا زي ما انت شايفه كده، وشويه كمون تمام. حابه تحطي شويه شطه شويه فلفل اسمر بتاعتك برده مفيش مشكله، انت دي حاجه اختياريه تمام كده حبايبي. تعالي بقى يلا هاتي بقى تاني الخلاط، احنا كده ايه هنسيبها تتسبك مع نفسها كده شويه تاخد لها غلوه. هاتي الخلاط تاني وهاتي طماطميتين اتنين وبرده اضربيهم في الخلاط. اوعي تشيلي الخلاط من جنبك قبل ما تخلصي الليله دي كلها تمام كده. خليكي ايه خفيفه وبسيطه كده وخليكي حركه. حلو الكلام. طب احنا صلينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام يا جماعه، ما قلنا كده ما ينفعش، فكروني خليكم معايا كده ومصحصحين ومروقين. هاتي الطاسه وهاتي شويه من الكمون، شويه من الملح، شويه من البابريكا، شويه من الكمون، من بسم الله الرحمن الرحيم من الكزبره، واضربيهم هنا ايه في الطاسه دي، وحط عليهم شويه فلفل اسمر تمام كده. تمام يا منى، وسيبيهم برده يتسبكوا وقلبيهم وما تنسيش شويه الزيت تمام. حلو الكلام. كل اكلنا النهارده بزيت، زيت في زيت، بس زيت خفيف جدا جدا جدا، لان ما بنحطش يعني اكتر من نص معلقه. خليهم بقى يتسبكوا كل دوت على البوتاجاز. وتعالي معايا. هو انت يا منى مالك يعني حاسه ان انت تعبانه كده ومش قادره تتكلمي؟ تعبانه والله يا جماعه، بس يعني مستعجله طبعا عشان ايه عايزه احضر لهم ان هم يتسحروا ويناموا، لان انتوا فاهمين ان احنا بنصحى بدري طبعا. المهم هاتي طبق وقطعي فيه طماطميتين كده على قرنين فلفل زي ما انت شايفه كده رومي، بلاش الحراق ده عشان ايه ما تبقاش الاكله حاره منك، وانت ايه كده كده اصلا يعني هتصومي، فيعني احنا بنخفف الدنيا تمام. يعني الطماطميتين عليهم قرنين فلفل رومي، عليهم ايه تاني يا منى؟ هنحط عليهم ايه تاني؟ والله ما انا فاكره يا بنات، خليكم معايا واحنا هنفتكر سوا تمام. المهم زي ما انت شايفه كده قعدنا نقطع في الفلفل نقطع في الفلفل. كانت تسبيكه الطاسه اللي احنا حطيناها ديت اتسبكت والغطا ده اتحرق زي ما انتم شايفين كده، لانه كبير، كل ما اجيب واحد يطلع صغير يطلع كبير يا جدعان، يعني حلوا لي المشكله دي مش عارفه. المهم ما تاخدوش في بالكم، هيتغسل هيروح فين يعني؟ ما هي الوقفه على الحوض هتغسل. هاتي بقى هنا 3 4 بيضات حسب العدد اللي عندك، بألف هنا والشفا تاكلهم بألف هنا، وطقشيهم كده وخليهم زي ما هم كده سلام ما تضربوهمش. طب ما عملتهاش ببصله ليه يا منى تبقى شكشوكه؟ صراحه يا بنات انا يعني بستثقل موضوع البصل في البيض قوي صراحه، يعني مش اكلين احنا فيها قوي ماشي. المهم ضربناهم كده، حطيت على وشهم شويه فلفل اسمر، وبعد ما يستووا ان شاء الله هنرش شويه كمون وخلاص القصه كده ماشي. المهم شويه الطماطم والفلفل حطينا عليهم ايه؟ حطينا عليهم حته جبنه قديمه بسيطه. طب انت رحت فين يا منى؟ رحت اجيب علبه الجبنه من الثلاجه عشان اكمل. ده جبنه بمشي يا جماعه، انا اللي مهرسه بقى فيها الجبنه كده ماشي. المهم هنكمل عليها بس مش هنحط كتير عشان برضو ايه ما نحدقهاش قوي، عشان كمان انا مش عايزه اكل يفيد، بس هيفيد برضو والله فاضيه يا بنات والله، يعني مش هقول لكم يعني مش عارفه عندي دول ما بياكلوش خالص. المهم الحمد لله يعني. المهم هنا كانت التسبيكه اللي هناك ديت قربت اهي وكنا هننساها، لا بس الحمد لله ما ننساهاش. والفلفل عمال يتقطع وينط مننا مفيش فايده برضه. المهم هنقطع كده قرنين فلفل كده ولا قرن كده ونحطه ايه في قلب الحله ديت اللي هي فيها تسبيكه الصلصه الثانيه. بص الفلفل دايما بيدي ريحه حلوه، لو كان عندي فلفل الوان والله كنت حطيت بيخليها جميله وطعمه يعني ماشي. المهم كل يعني الموضوع لا اله الا الله، كل الموضوع سهل وبسيط يعني، وكله واحنا واقفين على البوتاجاز ماشي. هنا كنت جايبه كيسين فول كده زي ما انتم شايفين، وهضربهم كده في ايه في قلب الصلصه ديت ويعملوا شويه ميكس حلو مع بعض. طب ما برده ما حطيتش بصل يا جماعه، مش عايزاها تبقى تقيله واحنا مش بنحبها قوي البصل برده. انا موضوع البصل عندي في الطبيخ ده مش كتير، مش في كل الاكلات بحبه صراحه يعني ماشي. المهم جبت قرن فلفل هنا على وش البيض كده يديها شكل حلو وهو كان خلاص داخل في السوا يعني ماشي. مش بحب الفلفل يدبل قوي بحيث ان هو يديكي شكل ولون وطعم وقصه كده. هاتي قرن فلفل، هو ايه ليله الفلفل اللي عندك دي؟ هاتي قرن فلفل كده صغنن خالص وقطعيه، بصي حاجه كده لا تذكر يعني، حاجه ما تبانش يعني، رفيع رفيع رفيع، مش هنضربه طبعا لا خلاط ولا بتاع لا، بس هو لازم يتقطع رفيع تمام كده حبايبي.
ونفس الحكايه في الطماطم، يعني انا قطعت قطعه من الفلفل وهقطع قطعه من الطماطم وهتبقى بنفس الحكايه، بس عشان ما اطولش الموضوع عليكم لاني طالما انا بقطع رفيع كده فهياخد وقت، هكملهم مع نفسهم بس بعد ما اوريها لكم كده. المهم الطماطم تتقطع رفيع خالص 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 ما تتشافش، ونفس القصه في الفلفل. تمام. حط بقى شويه كزبره عليهم، وحط شويه كمون وشويه ملح وشويه بابريكا، حبه تشطشطيها، الشطشطيه بتبقى حلوه اهي، دي بقى اللي بتبقى حلوه صراحه. المهم كانت جايبه ب5 جنيه طعميه، لا يذكر لا يذكر يا جماعه، بيعملوا فينا عمايل مش هي خالص. ماشي. المهم اللي بقى كيس الطعميه اللي عندك على الخلطه ديت، وبصي مش عايزه اقول لك هتبقى حاجه عسل عسل عسل. وعلى بال ما نضرب الخلطه ديت ونظبطها، نحط الطاسه كده على البوتاجاز، كنت طبعا غسلاها فلازم تنشف منك قبل ما تحطي الزيت. تمام كده. المهم بسم الله، نضرب بقى ايه بيضتين 3 كده على الطعميه، شهيصيها وروقيها. بصي اللي يعني انت تحبي تحطي، ممكن تحطي عليها 5 بيضات، والله العظيم ممكن. ما تبصيش ان هو غالي او رخيص، مش دي المشكله. المشكله ان انت تاكلي حته طعميه طعمها زي العسل ومسكره كده، مقرمشه وطريه من جوه. بصي فيها كل المميزات. حابه تحطي عود شبت على عود كزبره على عود بقدونس، حطي قطعي، بس انا بصراحه بستكفى باللي بيتحط في المطعم، ما بحبش اشوف قطع الحاجات ديت سليمه كده قدامي في الطعميه بعد ما تستوي. فانا بكتفي يا اما اضرب عودين كده في الخلاط فيها. ماشي. بس انا ما عملتش كده. تمام كده حبايبي، زي ما انت شايفه كده كان الزيت بتاعنا سخن. نبدا بقى نحط ايه معلقه طعميه كده، معلقه. بصي طالعه، بصي المنظر، يعني هي لذيذه لذيذه فعلا يعني. المهم هنا واحنا بنقلي كنا هننسى البطاطس نقشرها. المهم هاتي كده كانت استوت الحمد لله، وقشري كده بمنتهى السهوله. بصي بتطلع معاكي سهله ازاي ولذيذه، وهنرميها في الاير فراير، مش هتتعبنا ولا هتاخد مننا وقت، يكون اكلنا كله ايه يا جماعه خلص. بصي كل ده في خلال نص ساعه تكوني محضره سحور رهيب وجميل وزي العسل كده، والله مش هتتعبي ولا اي حاجه. عودي نفسك على كده، حط حاجتك كلها قدامك على البوتاجاز وانت واقفه جنبك الرخامه جنبك البوتاجاز، هوب هوب هوب، دي خلصت دي خلصت دي خلصت، لقيت سحورك خالصه. ما انت داخله على رمضان والجو ممكن لسه هيبقى ايه مبرد شويه ولا حاجه، وانت عايزه تنامي وعايزه تصحي الصبح بدري وما هذا يعني كده يعني. المهم هاتي بقى ايه. كان فاضل عندنا قرص الطعميه اللي فاضل دوت، زي ما انت شايفه كده برده حطيناه كله مره واحده ده، وخلاص على كده يطلع قرص واحد. حلو الكلام. وادي الاير فراير اهي، هنحط فيها البطاطس بتاعتنا وهتطلع على طول ان شاء الله باذن الله، ويكون اكلنا استوى. وادي الاكل استوى يا جماعه اهو، زي ما انت شايفه البطاطس طلعت اهي زي ما انت شايفه، وكنت غاسله لهم الخس. وادي الطعميه الجميله بتاعتنا، طبق البتنجان على طبق الزيتون الحلو اللي احنا مخللينه، طاسه البيض التحفه ديت، طبق الجبنه بالطماطم. ماشي. الفول بتاعنا الجميل اهو، عملنا احلى سحور. ممكن تضيفي بقى جنبه قرصتين بكوبايه لبن مش عارف ايه، دي بقى بعد السحور ان شاء الله نبقى نحلي ان شاء الله باذن الله. وادي يا جماعه السحور بتاعنا او الغدا بتاعنا او الفطار بتاعنا بيمشي في كل الاحوال، اكله كده ماشيه طول النهار معاكي على الخط المستقيم. لو عجبك بقى الفيديو بتاعنا والاكله اللذيذه بتاعتنا ديت، اديني لايك واديني شير، واعملوا ان شاء الله صحباتك، واوعي تنسي منى زكريا.